اي مباراه صعبه، حتى لو انت كسبان هناك المباراه صعبه. انت شفت مباراه الاهلي نتيجه 1-1 هنا، يعني ترجي يعني بيتعادل 0-0 يصعد خلاص، او يكسب اي حاجه. اتغلب وكان مغلوب 2-0 ويعني جاب جول من عند ربنا يعني. فالكوره الماتشات اي ماتش صعب، وده اللي انا قلته للعيبه قبل ما نسافر، لان الناس كلها كانت مفهمه الدنيا، اللعيبه كلها ان الامور سهله وان احنا رايحين نكسب ونرجع. كره القدم ما فيهاش كده، كره القدم فيها كفاح في الملعب واجتهاد واحترام للخصم. تمام. فالفريق اللي جاي طبعا لو النتيجه 1-1 كان الموضوع هيبقى صعب، لو كسبونا 2-1 كان الموضوع هيبقى صعب، نتيجه 3-1 الموضوع صعب. محتاجه مننا اجتهاد وكفاح في الملعب عشان نكسب ان شاء الله. الماتش مش سهل يعني. لكن انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى وعندي ثقه في اللعيبه وقدراتهم ان هم ان شاء الله هيرجحوا كافه الماتش ان شاء الله. نتيجه مباراه الخرطوم يمكن النتيجه عكس الاداء. يمكن النادي الاسماعيلي كان الشوط الاولاني كان كويس واحرز هدف وضيع اهداف، والشوط الثاني ضيع اهداف. لكن يمكن نادي الخرطوم يعني هم 3-4 فرص استغل منهم، جاب 3 اهداف. المباراه دائما وابدا انا بخاف من البدايات بتبقى صعبه، البدايات بتبقى في اوقات كتير جدا بتبقى مخيبه للامال. من هنا كانت نتيجه اللقاء يعني يمكن. لكن لما كنت تحكم على المباراه قبل ما تتلعب هتقول النادي الاسماعيلي فرق كبير بين تاريخ النادي الاسماعيلي وتاريخ نادي الخرطوم، مع احترامنا الشديد جدا نادي الخرطوم. الحمد لله الحراس جاهزين، والحمد لله بنتمرن من قبل مباراه الخرطوم كمان. بنلعب مباراه وديه كتير جدا، بس طبعا مالهاش طعم لان المباراه الوديه طبعا غير الرسميه. كان نفسنا نخش مباراه الخرطوم واحنا والدوري شغال، كانت فرق كتير جدا مع لعيبه النادي الاسماعيلي، بس الحمد لله يعني ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. ان شاء الله هم جاهزين. معايا 3 حراس مرمى، معايا صبحي وعواد وشكري ومعايا طلبه. الحمد لله كلهم جاهزين، واي حد فيهم يبدا ان شاء الله ربنا يوفقه. فرقه الخرطوم هي خطفتنا يعني ب3 اجوان وكده، وهو ده اللي مزعلنا، مش ان احنا نخسر او كده، بس الصوره اللي احنا كان عليها في الشوط الثاني كانت وحشه جدا يعني بالنسبه لكل اللعيبه اللي موجوده. انا شايف في احلال وتجديد حصل وكده، بس احنا برضو النادي الاسماعيلي مهما يكن مفيش حد بيبص لك مين اللي مشي ومين اللي جه، اهم حاجه النتيجه يعني. فان شاء الله مركزين. التمرين الاسبوع ده والله يعني دايسين جامد. انا حاسس ان احنا هنلعب ماتش نهائي مش دور 16، ومركزين ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ان شاء الله باذن الله. احنا خسرنا هناك وكنا كسبانين الشوط الاولاني 1-0، بس الشوط الثاني ارضيه الملعب اثرت علينا، ما كناش قادرين نجري خالص. الملعب كان نجيل صناعي، بس النجيل ما فيش نجيل يعني، انا بنلعب على فحم كده اللي هو الاسود اللي بيبقى تحت النجيل ده، كنا بنجري عليه، فكلنا رجلينا تعبتنا بعد الشوط الاول، ما كناش قادرين نجري خالص. فان شاء الله الماتش ده عندنا هنا ان شاء الله بنتمرن كويس، وان شاء الله نقدر نعوض يعني باذن الله. ولا صعب ولا حاجه اصلا. لو الماتش ده كان عندنا اصلا عمرنا ما كنا هنخسر فرق 2 ولا فرق 1 ولا الكلام ده كله يعني. انا يعني اتفرجت على الماتش طبعا، ما سافرتش عشان خاطر كان في ورق تجنيد والكلام ده ما خلصش، فما كانش ليا نصيب ان انا اكون موجود يعني، وما سافرتش. لا اتفرجت على الماتش، ففرقه عاديه يعني نكسبها سهل خالص الماتش الجاي ده، فربنا يكرمنا ان شاء الله.